صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 4 من دفاع هندي الوزير. الراجل بيلعب الدي 4 عادي، ما غلطش يعني. نايت اف 6 مفيش اي 4. يقول لي ما تزعلش سي 4. بفتح للبيشوب عشان خاطر لو لعبت هذا النايت اطلع بالبيشوب اربط النايت وندخل في دفاع اسمه نيمزو انديان ديفense، اللي بالمناسبة هذا الدفاع هو موضوع السلسلة القادمة، يمكن زي ما قلت لك قبل كده. بس هو الراجل مش هيلعب النايت بتاعه الاف 3، لكن هيلعب النايت بتاعه التاني. مش بعتذر، مش النايت للسي 3، لكن هيلعب النايت بتاعه للاف 3. وهذه النقله زي ما قلت لك في درس سابق او في كل الدروس اللي فاتت، يعني النقله دي بتتسمى ايه؟ انتي نيمزو انديان، لانه بيمنعك من دخول للنيمزو ايه انديان. ماشي. بلعب انا البي 6 معلنا اختياري للكوينز انديان ديفنس، دفاع هندي الوزير. هفنكت البيشوب وهضغط على مربع الاي 4 اكتر عشان امنعك من الاي 4. ماشي، لا بأس. الراجل هنا بيلعب النايت سي 3. الله، طب ما كان من اول نايت سي 3 دي اسمها ايه؟ كاسباروف فاريشن. يمكن في الدرس الاول خدنا النقله الاقصى الرئيسيه الجي 3، الدرس اللي فات خدنا الاي 3 وهي البتروسيان فاريشن، لكن النهارده الراجل بيلعب النايت سي 3. وتستطيع بالمناسبه انك تطلع بالبيشوب بتاعك وتربط النايت، بس هتدخل في خط من خطوط النيمزو انديان ديفنس اللي احنا مش حابين نتكلم عنها في هذه الفتره. هنتكلم عنها ولكن في درس ايه لاحق. ارجع يا استاذ بيشوب بقى. تعال نكمل في خطتنا العادية. بيشوب بي 7 وكوينز انديان عادي جدا وكاسباروف فاريشن عادي جدا. جدير بالذكر ايه يا استاذ خير؟ ان اللعبة الرئيسية اكتر هي الاي 3، بس الاي 3 هنا هكمل بتاع بالدي 5، هكمل بالدي 5 على طول، بضرب السنتر، باتاك السنتر ده وبهاجمه يعني. ولكن جدير بالذكر ان هو بعد ما ياكل وانا باكل او قبل حتى كده، هو مجرد ما بيلعب الاي 6 هو دخلنا في نفس افكار البتروسيان فاريشن. يعني الدرس السابق، يعني كل اللاينز اللي هتطلع بعد كده احنا غطيناها في الدرس اللي فات ايه على طول. وهذه الاي 3 هي الاكثر شيوعا، بس مش هنناقشها، طلعت اصيله وبتودينا للحلقه اللي فاتت. امال هنناقش ايه النهارده؟ البيشوب جي 5. بيربط النايت، نفسه يلعب الاي 5 اللي نفسه فيها. هنسيب هذا البيشوب يربط النايت؟ لا، ما يصحش. امشي يا بيشوب. مش ماشي، وقد يكون امير ويمشي، لكن تعال نقول لك ان هو تنح وقال مش ماشي. هنعمل ايه؟ عايز يلعب الراجل الاي 4 باي شكل. هفتح، طلعت البيشوب بتاعي، طورت القطعه، مستعد ابيت. لا تستطيع ان تلعب الاي 4. ما قلنا الخناقه كلها على الاي 4 بقى. يستطيع ان يلعب الاي 3، يقول لك لا اي 4 ولا حاجه، ودينا الاكثر شيوعا. وحضرتك بتطلع بهذا النايت، وسواء اكل كده فحضرتك اكلت فهو كده، فسيادتك بيبيت يطور، سيادتك ممكن تكسر يستعيد. الموقف اتبسط، هذه نقله ما فيهاش مشاكل. ويستطيع لما سيادتك بتطلع بالنايت بتاعك ان هو ياكل البيشوب، فحضرتك تاكل فهو ياكل، فسيادتك تستعيد فيطور كده، فسيادتك تبيت، يبيت هو كمان. تبدا حضرتك تلعب الدي 6، عايز تلعب السي 5 تهاجم السنتر، النايت يهاجم البيشوب، البيشوب يرجع، البيشوب يهدد البيشوب، العب السي 5، اعمل هجومي على السنتر، مش هسيب لك السنتر بتاعك. لو اكل بستعيد بالوزير، والدنيا اكثر من رايقه خالص. في صعوبه في الكلام ده؟ لا صعوبه ولا حاجه، ده كلام سهل خالص. جدير بالذكر ايه؟ تعال نرجع كده، ان انا بعد ما بقول للبيشوب امشي، قلنا ممكن يمشي هنغطيها. لو قال لي مش ماشي فطلعت فكيت، كل اللي فات كان بيلعب الاي 3. يستطيع بدل ما يلعب الاي 3 يلعب الكوين بتاعته للسي 2. ساعتها هنعمل ايه؟ هضرب وهعمل اتاكينج للسنتر على طول، سي 5. الراجل هياكل وانا بستعيد بالبيض. استعيد بالبيشوب؟ لا، ما هو لو استعدت بالبيشوب النايت بتاعي اتربط تاني. طب هيكل البادئ هنا في عليه خوف؟ لا، في عليه خوف ولا حاجه، الدنيا جميله خالص، لا تخشى شيئا. وهذا البيدق لو عرفنا، لو تخلصنا من هذا النايت، نقدر نلعب الاي 5 ونبقى قفلنا الهجوم في جناح الوزير خالص. بس في حاله ايه؟ ان النايت الجميل ده تخلصنا منه، العب انا على طول. يعني النايت ده بفرض خلصت منه باي شكل، حصل له اي تريدنج راح في اي حته، العب انا على طول الاي 5 وقفلت جناح الوزير ايه تمام. بس النايت ده مادام هو مشرفنا ما اقدرش العب الاي 5، لان النايت هينط لي في مربع البي 5. طيب، هياخد البوست الممتاز ده وانا مش هعرف اكرش وخلاص بقى. طيب تعال نكمل. جاب الوزير بتاعه للسي 2، طلعت انا على طول بالنايت بتاعي، نعيدها تاني. جاب الوزير بتاعه للسي 2، ضربت انا السنتر، الاستاذ اكل، استعدت بالبيدق.
هيعمل ايه بعديها الراجل الجميل ده؟ عايز يفتح للبيشوب وعايز يبيت. انا هبيت، لسه بيفتح للبيشوب متاخر عني، ابدا العب الدي 6. وهنا هنواجه مشكله، بيدق الدي 6. هذا البيدق هيظل متاخر على عمود مفتوح. من مصلحته كلاعب ابيض ان هو يحاول يضغط عليه. الراجل بيبيت، بطور النايت بتاعي، جاب الرخ ضغط عليه، اطور وزيري بيفكر يجوز الخاخ. انا برضو العب الاي 6. ليه؟ الاي 6 بقى بلعبها في حاله ان النايت ده لسه موجود. ما تشرفش يا استاذ، مش عايزك تاخد هذا البوست بتاع البي 5. تمام؟ فدي الفكره بتاعتي. طيب الراجل بقى زي ما انت شايف كده هو عايز يعمل ضغط شديد على البيدق بتاع الدي عندي، ولكن البيدق بتاع الدي عندي محمي اهم حاجه بالبيشوب، ودي قطعه خفيفه فمش هيضحي رخ في سبيل. لكن هو فكرته كلها ايه؟ عايز يضغط على هذا الايه؟ البيدق. طيب تعال نناقش فكره تانية، الا وهي ايه؟ ماذا لو هو الراجل بعد ما انا قلت للبيشوب بتاعه جه كده قلت له يا بيشوب امشي، كان الراجل كويس وماشي البيشوب، وارد يطلع ابن حلال. هاجي انا بقى بالبيشوب بتاعي تربط النايت. في فكره بقى تتخلص من هذا النايت حتى تسيطر على مربع الاي 4. فكده تخلص من النايت وسيطر انت على مربع الاي 4، وصعب عليه الاي 4، مفيش اي 4 خلاص بتبيت. هو لسه بقى طلع ضد الهاجم برضو السنتر بالدي 5، وهو اتحرم من الاي 4 ولعب برضو الاي 3. تطور النايت بتاعك، هو ممكن ياكل، سيادتك بتستعيد. تطور البيشوب لسه عايز يبيت، زي ما شايفه متاخر عنك في تطوير قطعه، ولكن هذا الخط موجود برضو لو قابلته فلا بأس ولا تخشى شيء. تمام. طيب تعالى نرجع من البداية، وعايز اناقش معاك فكره كده. يعني لعلك تسال وتقول لي معلش، بعد ما بيجيب البيشوب وسيادتك بتخش بيشوب بيرجع ويجيب الكوين بتاعته للسي 2. فانا قلت لك انا بلعب السي 5. هو يحصل ايه لو هو لاعب لعبه ملهاش علاقه بالموضوع، زي قالك هسيب التنشن بس، ساعتها انا هاكل. طب ما هو يستعيد مثلا، هاخد البيت واطور ان انا ادعم البيت كمان. انت واخد لي بالك؟ فمش هينفع هو يسيب التنشن. طيب بلاش، لو انت لعبت الدي 5 ولعب هو اي 3 كول برضه، وخليه هو يستعيد بالنايت افضل. لو استعاد بالبيدق مش كارثه، بس بيستعيد بالنايت ويحطه في بوست اقوى، دي ممكن تكون افضل. ساعتك ممكن تبيت والدنيا تبقى جميله. طيب الدرس الجاي هنتكلم عن ايه؟ ينقصنا بقى نتكلم على اخر حاجه في هذه القصه اللطيفه، الا وهي مش النايت سي 3 الكاسبارو فاريشن. ارجع يا عم النايت سي 3. لكن النايت سي 3 طبعا دي اللي اتكلمنا عنها النهارده، دي اللي كنا بنتكلم عنها في الدرس بتاع النهارده طول الدرس. هنتكلم على الاي 3 وما يعرف باسم السباسكي سيستم. ده هيكون موضوع الدرس الجاي. هنشوف ايه الافكار اللي تحويها. اتمنى تكون استفدت بالدرس بتاع النهارده. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسله. اشوفك على خير الحلقه الجايه، وسلام.